تخيل لو دخلت السوبر ماركت وحد قال لك خد كل اللي انت عايزه بس ببلاش من غير ما تدفع اي حاجه خالص، بس بشرط تديني كل المعلومات عنك. هل هتوافق؟ طب ايه رايك انك انت كل يوم بتعمل ده من غير ما تاخد بالك؟ لو مش مصدقني تعالى نسال السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى إسماعيل. سنه 2014 شركه فيسبوك اشترت تطبيق واتساب اللي انت بتستخدمه يوميا ببلاش بسعر وصل 19 مليار دولار. تفتكر فيسبوك اشترته ليه؟ لان في الحقيقه انت الهدف الحقيقي. بياناتك ومعلوماتك، المحادثات وبياناتك اللي بتستخدم في الاعلانات وبتكسب منها الشركات مليارات الدولارات. كل ده هو التارجت الحقيقي. انت بتستخدم التطبيق مجانا، ولكن في الحقيقه انت بتدفع ثمنه من خصوصيتك وبياناتك. في يوتيوب وتيك توك انت المحتوى. المنصات دي بتقول لك تعالى اتفرج مجانا وارفع كمان يا عم فيديوهاتك مجانا، لا وكمان هنديك هديه. ايه هي؟ فلوس. طب تفتكر ان كل ده ببلاش؟ سنه 22 اليوتيوب كسب 29 مليار دولار بس من الاعلانات. تفتكر ليه؟ بدون الفيديوهات بتاعتك يوتيوب حرفيا ملهاش قيمه. النهارده اغلى شركات العالم هي اللي بتقدم الخدمات المجانيه تماما، زي جوجل وفيسبوك انستجرام وتويتر. الخدمات دي بتدخل سنويا مليارات الدولارات رغم انك بتستخدمها مجانا. السر الحقيقي في البيزنس ده هو جمع المعلومات. سلوكك على الانترنت انت من غير ما تعرف بقى ليك قيمه ماديه ضخمه في سوق الاعلانات العالمي. انت وغيرك بتدفعوا حرفيا حياتكم للمواقع دي. مش انت بس، ده انت والبلد اللي جنبك واللي جنبك والقاره اللي جنبك. اللي بتكسبه الشركات دي من المعلومات بتخلي الشركات دي اقوى ميزانيتها من الدول بكتير. وزود على ده يا عم كمان مرحله الذكاء الاصطناعي اللي احنا عايشينه دلوقتي. ببساطه كده الناس دي معاها كل حاجه واحنا مجرد ارقام بالنسبه لهم. اكيد انت دلوقتي عايز تسال الحل ايه؟ انا هقول لك الحل. اولا تفهم وما تطنش. المصطلح ده مفهوم لاغلبيتنا، بس علشان نشرحه في سياق اوسع هنعمل له حلقه لوحدها وهنسميها ما تطنش. ودي حلقه هتكون مهمه جدا وفيها كلام كتير هيفيدك. قبل ما تستخدم اي خدمه مجانيه فكر كويس، ليه الخدمه دي ببلاش؟ هل فعلا مفيش تمن ولا الموضوع وراه حكايه؟ هل انت مستعد تدفع فلوس مقابل الحفاظ على خصوصيتك؟ وايه رايك كمان في موضوع البيانات اللي بتتاخد منك مجانا؟ يا ريت تشاركوني في التعليقات ايه رايكم عن الموضوع ده. وما ننساش دايما نسال السوق. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك. ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى إسماعيل.